حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبه لدرجه الحراره المرتفعه اللي احنا فيها، نعمل مع بعض ايس كريم بالشهد. هوريه لكم بسيط خالص، مفيش اي تكلف. لو عندك كنتالوب، شهد، مانجا مخزناها في الفريزر، النوع اللي انتوا بتحبوه، هنقشره مع بعض. حاجات طبيعية وفي البيت، من غير أي مواد حافظة ولا أي ألوان غير طبيعية، ولا هضيف ألوان ولا أي حاجة. بمنتهى السهولة هنكون عاملين أحلى آيس كريم في البيت. أي نوع فاكهة، بس ما ينفعش برتقان، ما ينفعش حاجات من دي، مانجا، كانتالوب، الشهد اللي زي ده، أناناس، أي حاجة من الحاجات دي تعملي بيها أحلى آيس كريم. وحاجات بسيطة وسهلة جدا. كده احنا خلصنا التقشير. نضفها بقى من الزوايا دي. هنعمل مع بعض ان شاء الله احلى ايس كريم صيفي. حاجات في البيت وسهله ومكونات طبيعيه، مفيش فيها اي تكلف، ومفيش فيها يعني حاجات هنشتريها بفلوس مكلفه ولا حاجه. هنحطها هنا مع بعض وهنقطعها زي ما احنا شايفين. اللون الجميل ده هو اللي هيطلع لون الايس كريم. انا هاخد اللي في النص دي وهحتفظ بها هنا، وارجع اخد اللي في النص هنا دي، هقورها بالطريقه دي كده، وارجع افضيها تاني. انا خدت القلب بتاعه زي ما احنا شايفين بالبذر بحاله كده، ما نشيلش البذر ولا نيجي جنبه. المكان ده كله هو اللي فيه السكر. هضيف عليه مج لبن، هضيف عليه 3/4 كوبايه سكر. طالما ان السكر مش ابيض يعني هيبقى، لو ابيض كوبايه كامله، طالما مش من النوع الابيض هيبقى نص كوبايه، هيدي الطعم اللي احنا عايزينه. ده سكره عالي عن السكر الابيض. انا هضرب ده كله في الكبه ونرجع نشوف مع بعض هنعمل ايه. انا ضربته في الكبه، هصفيه بمصفى ناعمه، تكون المصفى بتاعتي ناعمه خالص، عشان احنا ضربينه في الكبه بالبذر بتاعه، ما شلناش البذر، عشان ما فيش حاجه تنزل من الكبه من المصفى. لازم المصفى زي ما احنا شايفين، اللب كله بحاله زي ما احنا شايفين. بس كده، ده اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه بقى في واحدة الشهد؟ هاجي كده وهقطع كده، وارجع ناخد طول وعرض، وارجع ناخد منها مكعبات كده كده، ونقص حسب الرغبة، نحبه كبير نحبه صغير. وبعد ما يتجمد في الفريزر كده كده هيتضرب في الكبة تاني فهينعم، فهي مش فارقة بقى. هنشتغل ده خلاص. انا قطعته معاكم مكعبات كده. هضيف عليه السائل اللي احنا ضربناه في الخلاط، شايفين كده. هقلبه مع بعض، مغطيها اهوت. هعمل ايه؟ هجيب بولة زي دي اللي بتخش الفريزر، وهدلق فيها
الخليط بتاعي كده. لازم عشان يشرب من طعم اللبن والسكر والقلب بتاع الشهد اللي احنا ضربناه كده. هسيبه، هغطيه معايا، هقفل عليه بالطريقه دي كده. هحطه في التلاجة يوم كامل او 6 ساعات، وبعدين لما يتجمد هنرجع مع بعض تاني. هنحطه ان شاء الله في الفريزر ونرجع مع بعض تاني بعد 6 ساعات او يوم كامل تبع درجه تبريد الفريزر، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. يا ريت تنتظرونا حبايبي. انا طلعته من الفريزر بعد يوم كامل. شايفين القوام بتاعه ما شاء الله. انا هضربه معاكم في الكبه وبعد كده اوريكم شكله عامل ازاي وقوامه متماسك قد ايه، واقول لكم الخطوه الاخيره ايه ان شاء الله قبل ما تاكلوه بالهنا والشفا باذن الله. شايفين يا حبايبي ما شاء الله بعد ما انا ضربته في الخلاط او في الكبه القوام بتاعه معانا عامل ازاي. ان شاء الله بعد كده الخطوه الاخيره يتحط في التلاجة لمده ساعه، وبعدين تطلعوه وتاكلوه بالهنا والشفا. وده كان الشكل النهائي ليا. يا ريت يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وحضراتكم طيبين.